الله وبركاته. يا أهلا وسهلا. ما يأتيك لحظات أحيانا تشعر أنك طرقت أبواب كثيرة ما فتحت لك، تشعر أنك محتاج ماليا، تشعر أنه تأخر عليك رزق، تأخر عليك إنجاب، طرقت أبواب، بحثت عن فزعة، بحثت عن ملجأ، بحثت عن أحد يسندك ما وجدت، تخرجت وبقيت ما وجدت وظيفة، تأخر زواجك، أي شيء من هذه الأشياء تشعر أحيانا أنك ضعيف، أن اللي حولك تخلوا عنك، أن الدنيا كلها تكالبت عليك، حتى أكلك وشربك ربما أحيانا ما تجد فيه طعم ولذة. تشعر هنا بالضعف وأنك وحيد جدا. أفاجئك أن هذه اللحظة هي أعظم لحظة. هذه اللحظة أنت أقوى إنسان فيها، لأن الجميع تخلى عنك، لكن بقي لك واحد أعظم معين، وهو الله، وهو أعظم وكيل وأعظم كفيل، وكفى بالله وكيلا وكفى بالله حسيبا. وتوكل على الحي الذي لا يموت، وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الله جل وعلا أعظم نصير لك. لكن أبى أقول لك كلمة وأقولها وأذكر نفسي فيها: إذا أحاطت بك الهموم وقل رزقك واحتجت مفزع وملجأ وسند، عيب علينا والله العظيم أن نفكر في أحد من الخلق وننسى الخالق. المفتاح، أتعرف ما هو مفتاح الفرج والتيسير؟ هو مفتاح واحد لا غيره، أن يأتي الله جل وعلا في ذهنك قبل كل المخلوقين، أن تفزع إليه قبل أن تفزع إلى البشر. نعم، البشر بالدرجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة هم أسباب، هم وسطاء، لكن المفزع والملجأ ليكن لله رب العالمين قبل كل البشر. فإنك إذا خطر في قلبك وعقلك ووجدانك أن لا ملجأ من الله إلا إليه، أعانك وكفاك وهداك ورزقك من حيث لا تحتسب، بل وسخر جنود الأرض كلهم لأجل عطائك وسندك وتحقيق مطلوبك. وكفى بالله وكيلا وكفى بالله حسيبا. تذكر أن البشر قد يوعدون ويخلفون، لكن الله إذا وعد أوفى. وكفى بالله وكيلا وكفى بالله حسيبا. أسأل الله جل وعلا بأحب أسمائه إليه وأجل صفاته إليه أن يعطيك حتى يرضيك، وأن يهبك من واسع رزقه وفضله وإحسانه وجوده وفضله وامتنانه، وأن يرزقنا حسن التفويض إليه جل وعلا واليقين بوعده ورضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يعطيكم العافية.